السيد الرئيس برايم مينستر. أخي العزيز مارك، كل عام وأنت بخير. موجز الأخبار، مرحبا بكم. استعدادات واسعة لانطلاق الاقتراع الخاص صباح الغد بمشاركة نحو 1,300,000 من منتسبي الأجهزة الأمنية، وخبراء يؤكدون أنه يعكس المزاج الانتخابي للاقتراع العام، والعراق ينفي إغلاق أجوائه خلال الانتخابات. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي إلى العراق محمد الحسان يزور مقر المفوضية ويصف يوم الانتخابات بالتاريخي والمصيري، ويدعو إلى توخي أعلى درجات النزاهة والاستقلالية لبناء عراق بعيد عن الطائفية. مقتدى الصدر يفتي للناخبين بأن من يتلقون أموال المرشحين يجب عليهم الذهاب إلى مراكز الاقتراع وإبطال ورقة الاقتراع بعد التصويت ليخسر المرشح صوتهم وأموالهم. مقطع فيديو متداول يظهر رئيس مجلس الوزراء يستقبل مبعوث ترامب للعراق مارك سافايا في مكتبه ببغداد ويهنئه بعيد ميلاده قائلا له قلبك صافي، ويرسل سلاما لوالده بارك الله فيك على تربية مارك.